بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كنبغي نطلب مسامحه من الجمهور الغافر اللي جا ساندنا اليوم، ما تاتاش اننا نحققوا نتيجه ديال الفوز. كنظن بان كنا جايين وعارفين باننا ننزلوا واحد الفريق اللي عنده لاعبين اللي في المستوى، خلقوا لنا بزاف ديال المشاكل. استطعنا اننا نسبقوا في التسجيل من بعد ما قلبنا السيستم من 4-3-3 ل 4-4-2. ما استطعناش اننا نحافظوا عليه. كنظن بان هذه مقابله غادي نستخلصوا منها بزاف ديال الحوايج اللي هما ايجابيين واللي هما سلبيين. عندنا ان شاء الله نهار الاربعاء مقابله مع فريق الوداد هذا البيضاوي، نساو ان شاء الله وغادي نفكروا فيها، نفكروا في المقابله الجايه ان شاء الله. بالنسبه لضغط المباريات ما كانش عنده تاثير عليكم في هذا؟ كنظن كل الجميع كيعرف التركيبه البشريه اللي كيتوفر عليها فريق المغرب الوداد الفاسي. كنظن بان فضل كل 3 ايام كنلعبوا مقابله، وكتشوف بان الفرق الاخرين عندهم انهم باش يبدلوا، لان حنا حتى اللاعبين باش نبدلوا يلاه راجعين بالله بليسير، ما عندهمش ذاك الريتم. يعني ما يمكنلكش تلعبوا في مقابلات اللي هما صعاب متحقق، خصك تحقق نتيجه ايجابيه. فكنطلب منهم الصبر ويزيدوا يخدموا، لان يحتاجوا المجموعه ان شاء الله كامله في المقابلات اللي بقاو. شفنا الجمهور ديال الفريق الفاسي كيحتاج على النتيجه. كنظن هذه المقابله الثانيه وحنا يعني كيتصفر ضدنا ضربه جزاء. المقابله اللي دازت 2 ديال ضربات الجزاء، واليوم ضربه جزاء واحده اخرى. كنظن بان كانت عندنا وحده في الشوط الاول. ما غاديش نتخبع في التحكيم. كنظن بان مازال تابعنا خدمه كبيره، لان التطلعات ديال الجمهور فريق المغرب الرياضي الفاسي كيخصنا نكونوا قدام ان شاء الله في المستقبل. كنت تشوف ان اخطاء دفاعيه بسبب اخطاء دفاعيه ان النصر ساعدت؟ كنظن بان الكره راه الا بغيتي تماركي راه خصهم يكونوا اخطاء دفاعيه، ما غاديش نلوم حتى شي واحد. كنظن بان المرموق اللي غلط اليوم، راه الماتشات اللي دازو كان هو رجل المقابله، والكره راه فيها الغلط وما غادي نلوم حتى شي واحد. ونتمنى من الله يعني باش ما تاثرش هاد النتيجه ديال التعادل اللي هي هنايا في مدينه فاس، ما تاثرش على اللاعبين وعلى المجموعه، وان شاء الله نكونوا في المستوى في المقابلات اللي جايه، لان تابعينا 2 ديال المقابلات خارجين مدينه فاس ان شاء الله. وما تنسوش ديروا ابوني بقناه فاس تي في 1 وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.